ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبيت اعمل لكم ميك اب، يعني ينفع لمناسبه في البيت بسيطه. الميك اب من غير رموش ومن غير لينسز، فهو هيكون بسيط جدا وسهل، وفي نفس الوقت هتحسي ان انتي عامله ميك اب يعني لسهره او مناسبه. انا ركبت الصوت علشان ما قلتش كل الكلام اللي انا عايزه اقوله، فحبيت اشرح لكم، يعني احط الصوت على الصوره. اول حاجه انا هنا كنت حاطه اوريدي المرطب، وحطيت البرايمر هيلثي ميكس من بورجوا. حطيت البرايمر بس على الاماكن اللي فيها المسام علشان يبان الميك اب برضو صحي وما فيهوش مسامات، بس نقط بسيطة جدا على الأماكن دي وبصباعي كده، وببدأ أحطها بالشكل ده. طبعا البرايمر ده ما بيعملش أي لون خالص، هو بس تحسي بنعومة فظيعة جدا، ولما بتحطي عليه الفاونديشن بيدي شكل ناعم ولطيف يعني للبشرة. بعد كده استخدمت الفاونديشن ده برضو بفاونديشن هيلثي ميكس من بورجوا. الفاونديشن ده التغطية بتاعته ميديوم او برضو مايلة الخفيفة شوية، يعني مش تغطية قوية، فهو حلو جدا وخفيف على البشرة، وفي نفس الوقت انا شايفاه بيثبت وقت طويل، فمناسب لحاجة خفيفة او مناسبة في البيت. اوكي، انا حطيته الاول بالبراش اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي بتكون فلات بالشكل ده عادي جدا، ما حطيتش منه طبقات، يعني انا بس مجرد ان انا وزعته على الوش كله. وطبعا بعد ما توزعوه على الوش كله تقدري تستخدمي البيوتي بلندر علشان اي خطوط تكون عملتها الفرشة بتمتصها او بتشيلها البيوتي بلندر. بعد كده انا حطيت بالسفنجة دي، مش عارفة اسمها ايه، بس هي بالنسبة لي بديل كويس جدا للبيوتي بلندر. هي مش غالية، في نفس الوقت بتبقى طرية قوي، انا بكون بلاها يعني على خفيف كده، وببدأ اطبطب بيها زي ما انتم شايفين، طبطبة خفيفة بس تشيل الزيادة اللي في الفاونديشن او اي خطوط تكون من الفرشة. فبصراحة بتساعد جدا ان الميك اب يكون شكله صحي اكتر، ويعني مش فيك، ما فيهوش اخطاء. بعد كده استخدمت الكونسيلر ده من كاتريس، الدرجة بتاعته 0.15. دي الدرجة اللي انا استخدمتها، يعني اللي انا اصلا بستخدمها من الكونسيلر ده. الكونسيلر التغطية بتاعته حلوة جدا، بس هو بينشف بسرعة قوي. انا وزعته زي ما انت شايفه كده يعني الهالات اللي تحت العين، وبمده شويه لتحت الخد، وببدا اعمل حركات طبطبه. انا مش بعمل يعني بحط كل عين لوحدها، لان هو بينشف بسرعه جدا، فبيكون في صعوبه في الدمج بتاعه، علشان كده حاولي ما تسيبهوش كتير على العين. عملت اول عين وبعدين حطيت على العين التانية بنفس الشكل، وبرضو مديته لتحت شويه عند الخد، وبدأت أعمله برضو يعني بطريقة الطبطبة بالشكل ده. التغطية بتاعته ممتازة جدا على فكرة، وبحط على الأماكن اللي حاسة فيها بغمقان شوية أو إن هي مطفية وعايزاها تنور، بتحطي منه، يعني بدل ما تقعدي تعملي كونتور وكده، فدي حاجة خفيفة وبتخفي أي عيوب في البشرة. الكونسيلر ممتاز جدا، انا ساعات بستخدمه على فكرة بديل للفاونديشن، يعني ساعات بحطه هو بس ومش بحط فاونديشن لو ميك اب عادي او خروج عادي يعني. بس بالشكل ده وبنفس بنفس اللي هي زي البيوتي بلندر دي، وعملت كده، انا متعودة عليها اصلا، وعندي البيوتي بلندر بس انا بحس دي خفيفة قوي وطرية يعني. بس وزعته بالشكل ده، وهنا حبيت برضو احطه على الحتة اللي هي تحت الخد، لان بيدي رفعة حلوة جدا للخد. لما بتحطي فاتح هنا كأنك عملتي كونتورنج على خفيف، فبيدي رفعة كويسة جدا للوش يعني.
وبعد كده استخدمت الباودر دي كومباكت باودر من سوب اند جلوري، خفيفة جدا جدا، كأنها ما فيهاش لون، هي ما بتديش اي تغطية، انا مجرد اني ثبت بيها، وزيها زي اللوز باودر بالظبط، انا ساعات بكون مفككاها كده وباخدها بالفرشة. هنا بس اخدت منها على خفيف وحطيت على الفونديشن عشان بس يكون ثابت ولونه ما فيهوش لمعة. تقدري تستخدمي لوز باودر اللي انتي بتحبيها، ممكن تستخدمي باودر شفافة بس تثبتي بيها، او باودر بلون البشرة اللي انتي بتحبيه، يعني تكون افتح درجة من الفاونديشن او نفس الدرجة. اوكي، بس انا اللي بستخدمه يعني بحب ان هي تكون شفافة او تكون نفس درجتي. ثبت بالشكل ده بالباودر. وبعد كده هبدأ في الحواجب ما عملتش فيها حاجات كتير، ما رسمتش شعرة ولا رسمت الحواجب اصلا، انا كنت عايزاها تكون طبيعية عادي، بس ان انا اديها كثافة. طبعا ده التاتو اللي هو بتاع ميبيلين، اللي هو ما يعتبرش تاتو اصلا، ان شاء الله بعمل لكم عليه ريفيو عشان لو حد حابب يشتريه. الفرشة دي بتيجي معايا بس سرحت بيها، وبعدين حطيت منه، هو لونه بني كده فاتح شوية، حطيت بالشكل ده على الحاجب بطريقة عادية خالص ما فيهاش اي رسم. وبعد كده برجع اعمل تاني عليه بالفرشة، اسرح الشعر الحواجب بالفرشة مرة تانية علشان يتوزع ويبان انه شكله طبيعي. بحب وانا بعمل بالفرشة كده اسرح الشعر الفوق، بيدي كثافة جدا للشعر وبيبان طبيعي وحلو قوي. وطبعا الناحية التانية هعمل نفس الخطوات. لو حابين ان انا اعمل لكم ريفيو عن التاتو ده، ممكن اعمل لكم عنه ريفيو. هو يعني ليه عيوب وليه ميزة، يعني ان شاء الله اعمل لكم عنه يعني ريفيو كويس، على اساس لو حد ناوي يشتريه يعرف الاول قبل ما يشتريه. وهنا مسحت بس حوالين الحاجب كده من فوق عشان يبان نظيف. وبعد كده استخدمت مسكرة الحواجب من ايسنس. المسكرة دي لونها يعني فاتح شوية، بس حلوة جدا وناعمة خفيفة على الحاجب، وانا بحب الفرشة بتاعتها جدا علشان صغيرة فبقدر اتحكم بسهولة. ساعات بستخدمها لوحدها من غير اي حاجة لو خارجة الصبح، بس هسرح بيها الحواجب كده عشان تفتح اللون شوية، وبرضو بتدي كثافة بالشكل ده. ومش هعمل اي حاجة تاني في حواجبي، بس يعني ان انتي تظبطي الشعر اللي فوق الحاجب كده. نفس الكونسيلر اللي انا استخدمته حطيت منه في الزاوية اللي انتوا شايفينها، اللي هي الحاجب في اخره، بس علشان تدي نظافة واضاءة في نفس الوقت. هو الميك اب ده على فكرة يا بنات ما بياخدش وقت خالص، بس علشان انا بصور وكده فانتي هتحسي ان هو فيه وقت علشان بقول فيه بالتفصيل، ولكن هو مش بياخد وقت. لو انتي قعدتي عملتيه لنفسك الحاجات بتاعته بسيطة قوي. هنا حطيت لون ابيض كده زي الاضاءة تحت العين. استخدمت باليت من ريميل، حطيته بصوابعي لانه مش محتاج يعني يتحط يعني بفرشة او حاجة. انا بحس انه بصوابعي اسهل بكتير، وهو مش محتاج دمج، يعني مجرد ان انا انور بيه المكان اللي هو عند مدمع العين ده وتحت الحاجب.
بعد كده حطيت لون فاتح جدا، افتح درجة من النود او البيج اللي هو قريب من درجة الوش تقريبا. وزعته بالطريقة دي على الجفن كله. يعني مش بيج صريح، لا هو افتح حاجة، الدرجة بتاعته يعني فاتحة جدا، مش مدية على بني. بس بحاول اوزعه بالفرشة كده. انا هنا كنت عايزة اوريكم الباليت واللون اللي انا بستخدمه، بس بعد كده حبيت اقرب لكم الميك اب عشان يكون واضح، لانه ما كانش واضح خالص من بعيد يعني. هنا حطيت لون زي البنفسجي كده، هو تقريبا بنفسجي او موف، تمام. فاخدت بالفرشة الصغيرة وحطيته في الكسرة بتاعة العين علشان يكون مدي عمق شوية في الحتة دي، وطلعته على بره شوية علشان برضو يدي وسع للعين او تحسي ان مجال العين كبير. بس بالشكل ده طلعته كده لبره. وطبعا انا مش هسيبه خط صريح بالشكل ده، انا هدمجه برضو ومش هيكون اللون صريح قوي او خط يعني كده. اهو هنا بدمجه، فهتحسوا ان اللون مفيش خط صريح، بس انه فيه عمق بسيط عند كسرة العين. هنا اخدت لون جليتر، يعني مش شيمر، هو فيه جليتر. اللون ده بينك، تمام. فاخدته وبدأت احطه على الجفن المتحرك. اوكي، طبعا انا استخدمت الفرشة العادية خالص اللي جاية مع الباليت دي من بوبا. وهتشوفوا كمان ان انا بعد ما حطيت بالفرشة دي هي كويسة وكل حاجة لو انتي عايزة تحطي اللون على خفيف. انا لاحظت ان هي مش بتدي البيجمنت كويس قوي، فعشان كده غيرتها وبدأت استخدم ايدي، لان بصباعي شايفين بدأ يظهر اللون فعلا على طبيعته، والبيجمنت بتاعه يطلع احسن بكتير. يعني شايفين بدأت اللمعة بتاعته تظهر والقوة بتاعت اللون تطلع لما حطيته كده بإيدي وبطريقة الطبطبة. لما حطيته بالفرشة ما كانش واضح كده أبدا. أنا حطيت على الجفن المتحرك بس مش كله، يعني وقفت عند الحتة دي، وبعدين بدأت أرجع على كسرة العين أظهر اللون البنفسجي الغامق شوية، واعمله زي كأنك بتعملي ايلاينر كده، بحيث يبان تدرج في الالوان، مش كله سايح كده مع بعض. اوكي، وكمان انا بحب اطلع الاي شادو لبره شويه علشان بيدي وسع لعيني، وبيدي يعني شكل حلو، بحس ان العين متحدده اكتر. وبزود شوية في الحتة اللي هي الأخيرة دي، علشان كل ما بتكون أغمق طبعا بيكون أحلى، بيعمل تدرج كويس جدا في الألوان.
وطبعا مش هسيبها كده، هعمل لها دمج خفيف. شايفين لما بتدمجي الالوان مع بعضها الشكل بيختلف تماما، تحسي ان خلاص بقى فيه تناسق وكأن الالوان كده دخلت مع بعضها بشكل حلو. الميك اب سهل جدا يا بنات وبسيط لاي واحده مبتدئه، تقدر تجيب الالوان دي وتبدا تعمل بيها الميك اب وهيبقى حلو جدا. لو عايزه تزودي رموش او تكوني حاطه لانسز هيليق معاه برضو لانسز لونها جراي، هيكون حلو قوي. بس انا بصراحه حبيت انه يكون بسيط جدا في البيت، ما حبيتش احط رموش او لانسز. لو المسكره كويسه هيطلع الشكل حلو. هنا حطيت نفس اللون البنفسجي، حطيته تحت العين بالشكل ده، ووصلته مع الاي شادو اللي اوريدي انا حطاه. طبعا الحركه دي جميله جدا، بتدي وسع للعين وفي نفس الوقت بتداري اي خطوط تحت العين. وهنا نفس اللون البينك اللي انا حطاه بدأت احطه برضو عند مدمع العين من تحت، يعني نفس الالوان هي استخدمتها تحت العين. وهنا استخدمت ايلاينر، الليكويد ايلاينر من كاتريس. المنتجات كلها اللي انا مستخدماها بسيطة جدا واسعارها معقولة، وتقدري تجيبيها وتستخدميها سواء استخدام يومي او استخدام برضو لاي مناسبة عندك. يعني ان شاء الله الفيديو ده هيخليكي تعملي الميك اب ده بكل بساطة. هنا انا كنت بحاول انه يبان وانا برسم الايلاينر، بس للاسف عشان كنت حاطه المرايه الصغيره دي فما كانش واضح قوي، بس حاولت اوضح. يعني انا عملته طبعا وينج كده عريض في الاخر، وبعدين طبعا رفيع فوق العين بالشكل ده، وعند مدمع العين يعني طلعت بيه شويه خط بسيط جدا علشان برضو يوسع العين من قدام ويبينها مسحوبة مش دائرية. وهعمل العين التانية بنفس الطريقة. لو حابين ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن طريقة رسم الايلاينر او كذا طريقة للايلاينر، ان شاء الله اقول لكم انا بعمل الايلاينر لنفسي ازاي. بعد كده استخدمت الماسكارا. الماسكارا دي من ايسنس بالشكل ده. انا كنت وريتها لكم في المشتريات، فيديو المشتريات اللي فات تقدروا ترجعوا له. كنت جايبه ماسكارتين من ايسنس، دي الماسكارا منهم برضو سعرها رخيص جدا يا بنات وحلوه قوي قويه، يعني بصراحه مش وحشه. الماسكارا بالشكل ده حاولي تكوني مفتحة عينك، وطبعا تحاولي تعملي زي حركة زجزاج كده وبعدين ترفعي الرموش. اكيد طبعا الطريقة يعني سهلة وكلكم عارفينها، بس زي ما قلت لكم ان الفيديو ده يعتبر للمبتدئات او لاي حد حابب يحط في البيت يعني ميك اب ويكون سهل. هنا انا الخطوة بتاعت البلاشر للأسف ما تصورتش، بس طبعا بلاشر يعني حاجة بسيطة جدا سهلة. وبعد كده حطيت من الباليت نفسه اللي كنت حاطة منه البلاشر، حطيت هايلايتر. الهايلايتر ده ناعم جدا ما فيهوش جليتر، شكله مش اوفر، انا بحبه جدا. ده من ريميل، هو باليت صغير كده بيكون فيه كونتور وبلاشر وهايلايتر. حطيت برضو على الحتة اللي هي عند الدقن دي، لما بتكون منورة بيبقى شكلها حلو جدا.
وعند عند الأنف كده وعند عظمة الخد. بعد كده هستخدم الروج فيه ده بدأت أول حاجة يعني حطيت لونين مع بعض عشان يدي درجة شبه الاي شادو. حطيت الأول اللون ده لون بنفسجي أو فوشيا غامق كده، ده كنت جايباه من فيكتوريا سيكريت، فحطيته الأول وهو ثباته حلو جدا على فكرة، وبعد كده بيكون مات، بس حطيته عادي جدا يعني ما كنتش عاملة تحديد للشفايف أو حاجة. وبعد كده حطيت عليه اللون ده برضو مات، لون بيج من ريميل. تقدري تستخدمي اي نوع انتي عايزاه، بس ان هيفرق في اختيار الالوان، وان انتي حاولي تجيبي الوان يعني يكون روج مش هيسيح او كده او يتمسح يعني. بس بدأت حطيت اللونين مع بعض فاداني الدرجة اللي انتوا شايفينها دي. دي الدرجة اللي انا كنت عايزاها، اللي هو بيج بس مدي على بينك في نفس الوقت، خفيف يعني. تمام. بس وبالشكل ده انا خلصت الميك اب سهل جدا وسريع، ويا رب يكون عجبكم ان شاء الله. يعني اي حد مبتدئ يقدر يعمل الميك اب ده، واتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك لو عجبكم الميك اب، وتشجعوني، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.